السلام عليكم، اهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب ابداعات ندى. اليوم ان شاء الله هقدم لكم فيديو جديد، وهو عن تنظيف الحمام، وازاي بنظف الحمام بتاعي ويفضل نظيف على طول، وازاي بطهره واعقمه وكمان اعطره بحيث ان انا ما اخدش وقت في تنظيفه خالص. ولما يجي لي اي ضيوف في اي وقت ما بقاش مضطر ان انا ادخل انضفه مخصوص عشان جاي لي ضيوف. على طول حمامي نضيف وعلى طول ريحته جميله، بحاجه بسيطه جدا هتعمليها هتحافظي على نظافه حمامك يوميا، وهتخليه متعطر على طول وريحته جميله، ومش هيكلفك مجهود ولا وقت ولا اي حاجه خالص، تخلصيه بسهوله كل يوم. هي ببساطه حاجه بعملها كل يوم الصبح، ان انا اول لما بدخل الحمام الصبح، او لو مش فاضيه الصبح عشان الاولاد والمدارس، ممكن بعد الظهر وقت ما تدخلي الحمام في اي وقت بتعملي حاجه بسيطه قوي. وهي ايه؟ انا هقول لكم دلوقتي بعمل ايه كل يوم. انا بجيب بخاخه عندي فاضيه زي دي كده، ممكن تكون بتاعه الملمع الزجاج، وممكن تشتريها انت فاضيه، او ممكن تكون بتاع اي حاجه عندك تكون فاضيه، بتجيبيها زي كده. انا بعمل خلطه سهله جدا، بتسهل عليا بقى الايه تنظيف الحمام. ليه؟ لانها بتبقى جاهزه عندي، مش بقعد احط حاجه واغسل بحاجه واحط شيء تاني، لا، هي على طول جاهزه عندي في العبوه دي. اول ما بدخل الحمام برش على البانيو وعلى الحوض وعلى التواليت على طول، ارش عليهم من الخلطه اللي انا هعملها دي، ومفيش 5 دقايق واغسله يبقى زي الفل، ومنه ببقى نضفت وعقمت، والحمام بتاعي نضيف على طول، ما بياخدش مني 5 دقايق. غير بقى لما انا كل يوم اجي انضف الحمام، او كل ما اجي انضف الحمام اشيل معايا حاجات كتير عشان انضف بيها واغسل وارجع اشيل، لا، انا بجاوب بعمل الخلطه بتاعتي دي واخليها عندي في الحمام. اول ما ادخل الحمام الصبح ارش على كل الحاجات اللي عندي في الحمام، و5 دقايق واغسلها واطلع. بعملها بايه بقى؟ حاجه بسيطه جدا. انا بجيب عندي كلور، وبستخدم عندي العملاق ده منظف للحمامات. طيب انا ما عنديش ده، انا او ممكن استخدم بدايل ايه؟ انا ما بصعبش عليكي الموضوع سهل جدا. يا اما تستخدمي العملاق، ما عندكيش العملاق ممكن تقعدي تستعملي بداله اللي هو صابون اللي بتغسلي بيه المواعين، فيري او بريلا او اي حاجه من اللي بتغسلي بيه المواعين، تستغني عن ده وتحطي ايه بداله اللي هو سائل تنظيف الاطباق او الصحون. طيب عندي ديتول، احط ديتول مع ده. ما عندكيش ديتول حطي كلور، الموضوع بسيط جدا. طب ما عندكيش بخاخه، البخاخه بس بتسهل عليكي ان انت توشي على كل الاماكن وما تهضريش عندك في الايه في السائل اللي عندك. لو ما عندكيش البخاخه، حاجه بسيطه جدا، ازازه صابون فيري، وهتاخديها تغسلي بيها تحطي فيها المكون اللي انا هكونه دلوقتي، تحطيه فيها وتغسلي وتوشي منها وتخليها عندك في الحمام. يا اما تعملي في دي يا اما تعملي في البخاخه. انا النهارده هعملها لكم في البخاخه عشان ايه؟ تسهل عليكم الموضوع. طيب بعمل ايه؟ بجيب اول حاجه العملاق ده واحط منه شويه، حوالي مثلا نص كوبايه. طيب هحطها ازاي؟ انا ما عنديش لا، نتصرف، والموضوع سهل جدا. شايفين اي ورقه عندي، ورقه مجله او ورقه كراسه، اي ورقه عندي او ورقه مجله زي كده، وبتنيها اهو، وهعملها زي القمع ببساطه خالص اهو. لفتها زي القمع بالظبط كده اهي، زي القمع او زي القرطاس اللي عندي. وهجيب اللزق اللي عندي كده عشان بس ايه الزقه بيها وخلاص. وعملت من عندي قمع. لو عندك قمع بتستعمليه خلاص مفيش مشكله. طب ما عندكيش قمع، سهل الموضوع جدا، ان انا هعمل القمع بورقه اهو. عملت ادي القمع عندي اهو، عملته كده كده والزقه كويس اهو. طب الفتحه اللي عندي لو صغيره الشكل ده هكبرها شويه اهو. وبقى كده عندي قمع هستعمله، وبعد ما اخلص هرميه. طبعا احنا عشان نحافظ على النظافه واحنا بنشتغل، انا ممكن اجيب مجله قديمه او ورقه جورنال او اي حاجه احطها كده وانا بشتغل، بس عشان لو حاجه وقعت ما بهدلش الدنيا. طيب هتحطي ازاي برضو ده؟ اهو سهل جدا. احط بمعلقه كده اهو، هينزل بكل سهوله. هو طبعا جل فهينزل معايا على طول اهو. نزله كده اهو، شايفين؟ نزلته معايا بكل سهوله، الموضوع مش صعب خالص اهو.
زي ما انتم شايفين انا حطيت هنا العملاق، طبعا ريحته جميله. انا لو زي ما قلت لو ما عنديش احط فيري. طيب وهاجي هنا احط برضو حوالي، انا حطيت حوالي نص كوبايه، احط حوالي نص كوبايه كلور. حطيت اهوت حوالي نصف كوبايه كلور على العملاق اللي عندي. طبعا بكده سهل جدا ان انا بنضف وبعقم بالكلور في نفس الوقت. طيب هو كده خلاص؟ لا طبعا، نضف بس كده حوالينا. نجيب بقى نكمل الازازه ميه، نحط الميه وراح كده اهو. شايفين القمع اللي انا عملته شغال معايا زي الفل. كده خلاص انا كملت الازازه ميه، خلاص مش محتاجه القمع ده بقى في حاجه خالص، اشيله. نقفل الازازه بتاعتي. طبعا برجها كويس عشان كله يدوب. هي كده الازازه عندي جاهزه، شايفين الازازه جاهزه. بعد ما رجيتها بدخل الحمام، مفيش 5 دقايق برش الحوض والبانيو والحمام عندي واغسله في ثواني جدا، وكده يبقى غسلته ونضفته وطهرته وريحه جميله. مش عايزه اقول لكم ريحه العملاق دي جميله جدا. كده زي ما شفنا احنا كده نضفنا الحمام. طب ازاي بقى نخلي ريحته جميله على طول ونعقمه بقى؟ انا بعمل حاجه بسيطه جدا، وهي ان انا باجي اجيب ازازه زي دي كده وبملاها بالعملاق الجل ده، او ممكن تجيبي ديتول جل او تجيبي اي حاجه تكون جل يعني، وبملى الازازه دي. وبعدين هوريكم هنعمل فيها ايه، هملاها وارجع لكم. انا هنا حطيت العملاق جل في ازازه عندي صغيره. طبعا انا ما مليتهاش كلها بس عشان ما اضيعش الوقت، انا وريتكم بس الفكره ازاي. انا بعد ما حطيت هعمل ايه، باجي بدبوس، مش بمقص ولا بسكينه، بدبوس عشان عايزه اعمل خروم صغيره جدا، وبخرم الازازه كده. شايفين خروم صغيره جدا بس كفايه كده، حوالي 4 خروم او 5 خروم. وبعمل ايه، بجيب الازازه دي بعد ما بليتها وبحطها في السيفون بتاع الكومبينيشن بتاع الحمام، بحطها في قلبه. عايزه اقول لكم دي بقى سحر، يعني بتعمل شغل جامد جدا في الحمام. بتعمل ايه في الحمام، بتخلي كل ما حد يشد السيفون ينزل ريحه بقى ورغاوي جميله جدا في الحمام، تخلي ريحته على طول كويسه، وفي نفس الوقت بتنضف لي وتطهر لي وتعقم لي الحمام. عايزه اقول لكم انها يعني بجد 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 جميله جدا، يا لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. زي ما قلت ممكن ديتول جل، ممكن عملاق جل، ممكن اي حاجه جل. لو عندك شاور جل او عندك اي حتى شامبو او بلسم مده صلاحيته انتهت او قديم عندك او جبتيه وما عجبكيش او ما جابش نتيجه كويسه مع شعرك، ممكن برضو تعمليه بنفس الطريقه دي، هيديكي ريحه جميله جدا. طيب فاضل حاجه تاني بتعمليها في الحمام؟ ايوه بعمل حاجه بسيطه كمان. ايه هي؟ ان انا بجيب بخاخه زي دي تانية، واحده صغيره تانية، وبجيب عندي الدوني ده، دي بقى بعملها في الشقه كلها، على السجاد وعلى الستاير وعلى الانتريه وفي الحمام وفي كل مكان. بجيب الدوني احط منه شويه هنا في البخاخه واكملها ميه وارش، امشي بقى ارش في الشقه كده، تخلي لي ريحه الشقه جميله جدا. مش عايزه اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي. في الحمام برضو ممكن ادخل ابخ بختين كده، بتخلي لي ريحه الحمام جميله جدا. الفكره دي هتعجبكم. ده كانت فكره فيديو النهارده، اتمنى تكون الفكره وصلت لكم ويكون الموضوع مفيد ليكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم. وان شاء الله تابعوني بقى على قناتي على اليوتيوب ابداعات ندى، واللي مش مشترك يعمل اشتراك، وما تنسيش تسيبوا لي كومنت، انا بحب تعليقاتكم وبرد على كل التعليقات بتاعتكم، لايك وكومنت واشتراك. وما تنسوش اللي مشترك جديد معايا هيلاقي جنب علامة السبسكرايب او الاشتراك في علامة جرس، شغل الجرس او دوس عليه عشان يفعل لك الاشتراك على القناة. اي فيديوهات جديدة توصل لكم باذن الله على طول. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، ومع السلامة. واغسل التواليت اهو، شايفين